يا صباح الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهارده مطلوب مني، فيديو مهم جدا. مفيش ست بيت هتدخل الفيديو غير وهتطلع منه بمعلومات وهتطلع مستفادة، وهقولك ازاي تقدري ان انت تقتصدي وتوفري في اكبر واهم بند، هو بند المنظفات. جايبه لكم النهارده معلومات حلوه جدا ومهمه جدا، هتستفيدي منها، هتقدري ان انت تكسري منها قرش، او بمعنى اصح تحوشي قرش كبير قوي منها. لان طبعا بند المنظفات ده عايز له كده ميزانيه لوحده. طبعا الاسعار اتضاعفت وكل حاجه غليت، فلازم ان احنا نفكر ازاي ندير امور بيتنا بطريقه موفره واقتصاديه. البند ده مهم واساسي لكل بيت، طبعا لا غنى عنه، سواء صابون مواعين، سواء كلور، سواء مسحوق احنا بنغسل بيه الغسيل، المنظفات بتاعه البيت عامه، اللي بنمسح بيها، اللي بنلمع، اللي بنعقم بيها المطبخ بتاعنا. فده بند اساسي في كل بيت لا غنى عنه. طبعا في بنود اهم بكتير قوي زي الاكل والشرب والعلاج لا قدر الله، فلازم نبقى عاملين حسابنا للموضوع ده ونحاول نقتصد في البنود التانية اللي هي زي المنظفات اللي انا بتكلم عليها. علشان كده انا عملت لكم فيديو عشان خاطر نحاول ان احنا نقتصد في الحاجات اللي هي نقدر ان احنا نستغنى عنها شوية او ليها بدايل، وفي نفس الوقت هتدينا نفس النتيجة وافضل كمان. اول حاجة معانا هنا وهي الصابون السائل. الصابون السائل دلوقتي ليه اسعار كتيرة جدا، بتتفاوت بقى من مكان لمكان ومن نوع للتاني، خلوا بالكم. يعني انا عندي هنا دلوقتي اهو 3 انواع، انا يعني اتعمدت ان انا اجيبها لكم علشان اوريكم الفرق بين كل حاجه. انا طبعا جربت ال3 انواع. بتختلف بقى. اللي هو لونه اخضر ده انا بستخدمه من بدري جدا، مرتاحه فيه جدا. سعر اللتر الواحد 5 جنيه او الكيلو 5 جنيه. الازرق اللي جنبه ده كانت مصبانه فاتحه جديده، فجوزي جاب لي منه تقريبا كان الكيلو عامل 3 جنيه او حاجه زي كده يعني كان رخيص. انا طبعا توقعت من قبل ما استخدمه ان هو سعره هيكون على قد جودته، وفعلا اللي حسبته لقيته لما جيت استخدمته لقيته نوع مش احسن حاجه، متزود طبعا ميه وخفيف جدا جدا. انما الاخضر اللي بقولك عليه ده يعني ممكن انا كمان بزوده ميه كتير، ويعني مريحني الى حد كبير جدا في الاستخدام. في انواع تانية لما بستخدمها بتقشر لي ايدي وبتبهدل الدنيا. طبعا في بقى الانواع المعروفه، فيري وبريل وفيبا والكلام ده كله طبعا معروف، ولكن اسعاره ضربت في السما خالص. فيعني احنا طبعا بنحاول ان احنا نقتصد، فدي الحاجات اللي انت تقدري ان انت تقتصدي فيها. في ناس طبعا ما تقدرش ان هي تقتصد في الصابون لان بيبقى عندهم حساسيه، فدول طبعا يعني ربنا بقى معاهم، هم يجيبوا النوع اللي هم بيرتاحوا فيه. ولكن ما دام ما عندكيش حساسيه والدنيا معاكي الحمد لله تمام وزي الفل، يبقى تقدري ان انت تستخدمي اي نوع صابون يكون كده كويس وتقيل معاكي، انت بتخففيه بطريقتك او على حسب ما بترتاحي. وبعد كده بعد ما بتخلصي مواعينك تقدري ان انت تعملي ايدك ترطبيها باي كريم مرطب عندك يكون كويس وبرده بترتاحي له. تمام كده. اما الاورنج ده انا بصراحه لسه ما استخدمتوش، ولكن عايزه تعرفي النوع الكويس هاتي النوع اللي هو يكون تقيل. في بقى هتلاقيه ب6 ب7 حاليا، يعني ممكن ابو 5 ده ممكن يكون رفع مش عارفه، ولكن انا اخر مره جبته تقريبا كان من اسبوعين، كان لسه ب5 جنيه زي ما هو. فانت بتمن ازازه واحده من الانواع المعروفه دي تقدري ان انت تجيبي 5 او 10 كيلو من الصابون اللي هو بتاع السوق ده عادي جدا. وصدقوني بس انتوا تختاروا المصبنه الكويسه او مكان مضمون بتجيبي منه حاجتك، وهو يديكي انضف نوع عنده حتى لو ب6 7 جنيه، فهو كده برضو سعره صدقوني هيبقى مناسب جدا وحلو جدا. ورخيص طبعا بالنسبه اللي موجود في الاسواق يعني. الحاجه التانية اللي انت تقدري ان انت توفري فيها، هنا انا جبت لكم الكلور. ده كلور عادي مش كلوريكس، انا حطاه في ازازه كلوريكس كانت عندي فاضيه وبقيت بستخدمها بحط فيها الكلور. انا ما بحطش كلور للهدوم غير الهدوم البيضه بس، لو انا مثلا نقعاها او انا بغسلها على ايدي او كده فبحط فيه الكلور. انا بتحكم فيه طبعا. عايزه تجيبي اللي هو الخام هاتيه وخففيه، عايزه تجيبي اللي هو العادي ده هاتيه برضو. الكيلو مش غالي خالص، تقريبا 2 3 جنيه بالكتير قوي قوي. 5 جنيه برضو مش زي الاسعار اللي انت هتجيبيها من اي سوبر ماركت. طيب الحاجه الثالثه في بند المنظفات ايه اللي انا بقتصد فيها؟ المسحوق. وده طبعا اهم حاجه وشيء اساسي في كل بيت لا غنى عنه. مسحوق الغسيل انا قلت لكم قبل كده وعملت لكم فيديوهات كتير قوي في الروتينات بتاعتي، قلت لكم ازاي بقتصد في المسحوق، ولكن هقول لكم تاني برضو. المسحوق انا بجيب اي نوع معروف زي تايد، اوكسي، اريال. طبعا انا في اول جوازي كنت بستخدم اغلى المساحيق وانضف المساحيق، فده طبعا كان بيبقى مكلف جدا بالنسبه لي، ولكن الواحد بيتعلم. فانا هنا كنت مستخدمه تايد. انت هتعملي ايه؟ هتجيبي اي نوع انت بتستخدميه او بترتاحي له. هتجيبي مثلا لو جبتي كيلو من التايد هتجيبي قدامه كيلو من المسحوق السايب. هتشوفي كده اي مصبانه او اي مكان كويس انت بتتعاملي معاهم مضمون بالنسبه لك، وتجيبي منه مسحوق سايب اللي هو هيبقى سعره في الرينج اللي انا بقولك عليه ده، في حدود 20 21 22 على حسب نوع المسحوق بتاعك. تمام كده. هتجيبي كيلو قدام كيلو.
ممكن تجيبي مثلا لو انت حابه النظافه تبقى اقوى شويه، ممكن تجيبي كيلو ونص من التايد قدامه كيلو من المسحوق السايب. حابه ان انت توفري اكتر، هتجيبي مسحوق مثلا سايب كيلو ونص قدامه كيلو من التايد. دي بقى في ايدك انت، على حسب ما انت مثلا بتستهلكي. لو انت بتستهلكي مسحوق كتير، عندك اطفال بيغيروا كتير مثلا، بتغسلي انت كتير، فهتحاولي ان انت توفري اكتر. غسلاتك يعني مش كتيره قوي، الموضوع ده بقى في ايدك يعني، فاهمين قصدي؟ على حسب برضو امكانياتك مشي نفسك. بس الفكره ان انا بقول لك هتدخلي المسحوق السايب بحيث ان هو يشيل معاكي شويه ويزود معاكي الكميه او يضاعفها، وفي نفس الوقت النظافه مضمونه. دي الفكره. يبقى انا كده قلت لكم على الصابون السائل والمسحوق بتاع الغسيل وكمان الكلور. طبعا الكلور اللي هو الالوان، في كلور الوان، ولكن ده انا ما بستخدموش في الغسيل خالص. انا بستخدمه مثلا لو هنضف سوري مثلا كوتشي، شنطه، حاجه كده، فاهمين قصدي؟ حاجه انا بغسلها على ايدي فببقى متحكمه فيها، او ببقى مثلا مستخدماه في خلطه هنضف بيها حاجه. دي الفكره، انما ما بحطوش مباشره على الهدوم في الغساله، لان ده ما بيبقاش مضمون طبعا. انما اللي هو بيكون جاهز ده بيكون مضمون 100% وبيبقى مخصص للهدوم. ولكن اي مسحوق تاني او اي كلور انا بستخدمه من المصبنه يكون سايب، مش بستخدمه للهدوم مباشره. دي الفكره، علشان برضو محدش يستخدمه ويحصل مشكله في الهدوم او كده، فلا. او ممكن تتاكدي من اللي انت بتشتري منه، تقولي له احطه مباشره على الهدوم او مع مثلا الميه في الغساله ولا لا هيعمل مشكله. فدي انا الكلور سواء ده او ده انا بجيبه للتنظيف مش اكتر. بجيبه مثلا امسح بيه مثلا سوري حمام، امسح بيه ارضيات، احطه في ميه المسيح، انضف بيه زي ما بقول لكم اي حاجه حابه ان انا انضفها على ايدي. فده امن جدا ومضمون في الموضوع ده. طبعا بتحطي منه كميات برضو صغيره. الفانيش ده حاليا هو عليه عرض تقريبا في كارفور، الاتنين ال 900 الازازه 900 جرام عاملين تقريبا 90 جنيه، ده على ما اتذكر يعني ده العرض. لو حابين ان انتوا بقى تلحقوا وتجيبوه، ده انا كنت جايباه بقاله فتره كبيره جدا، برضو كان نازل عليه عرض. ازازه خلصت والازازه التانية خلاص قربت تخلص، فالازازه اللي خلصت انا استخدمتها وحطيت فيها اللي هو الكلور الالوان. بس طبعا معلماهم كده بالعلامه اللي هي بتاعه الخصم دي، دي عاملاها للكلور الالوان والتانية فانيش معروفه. نيجي بقى لبند تاني في المنظفات، وهو الفينيك. الفينيك ده طبعا يعني حاجة معروفة جدا ومشهورة جدا من زمان، وليه ريحة كده مميزة في النظافة. حابة ان انت يعني تستخدميه، او انت اصلا بتستخدميه من زمان. في فينيك طبعا بيكون اللي هو السايب. انا هنا كان عندي ازازة فينيك دي اللي هي يعني انا مشتريها كده جاهزة. ولما تخلص هستخدم اللي هو الفينيك السايب عادي خالص، هجيبه من اي مصبنه واحطه في الازازه على قد حجم الازازه. برضو اوقات كتير بستخدمه او بحب اني انا امسح بيه مثلا البلكونه، بحب ان انا اشم ريحته كده في وقت معين لما ببقى منضفه، فساعات بحطه يعني عادي مفيش اي مشكله. نيجي بقى للدوني، وده طبعا سفاح في الفلوس، يعني ما بيرحمش. انا هنا كان عندي ازازه دوني اللي هي ال3 لتر الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، انا كنت جايباها عندي وفضيت وسبتها، بقيت احط فيها اي نوع دوني انا بجيبه. طيب انا بجيب انواع ايه؟ الاول كنت بجيب انواع سايبه من المصبنه، ولكن بعد كده بدات ان انا اغير، حسيت ان هي ريحتها مش احسن حاجه، فانا غيرت النوعين. اول نوع اللي هو اللي لونه ازرق اللي على اليمين اللي جنب ازازه الدوني على طول، ده طبعا معروف. ده كانت الاول الازازه ب 28 جنيه كنت بجيبها. اخر مره كنت جايبه انا ومامتي عرض مع بعض وكنا قاسمينه، مش فاكره كان 10 ازايز تقريبا، ولكن ده احنا كنا طبعا جايبينه كان غالي جدا، فده شيليه خالص من الحسبه. انا بس حبيت اوريه لكم لان انا بستخدمه، يعني لو حد حابب ان هو يعرف نوع كويس، ده طبعا نوعه تحفه وبيدي ريحه ملهاش حل. ولكن الموفر بقى اللي انا بقول لكم عليه ده كنز فعلا، اللي هو الازازه الصغنطوطه خالص اللي قدام الدوني دي. انا جبتها لكم وقربتها من الشاشه لو حد عايز ان هو يعملها سكرين شوت ويقدر ان هو يجيبها. دي بتبقى خام، بتبقى مركزة جدا، انت اللي بتحليها. دي بتتحل ب 8 لتر من الدوني، بمعنى الازازة الصغنطوطة دي بتديكي 8 لتر دوني. ازاي؟ انت بتحطي مثلا مقدار الغطا بتاعها الصغنطوط قوي ده، بتحطيه في ازازة وبتحطي معاه مية وبتبدأي ان انت ترجيها جامد جدا لغاية بتلاقيها ايه بقى، قوامها بيتقل جدا معاكي، بتبقى زي الجل كده. تبدأي تضيفي مية تضيفي مية
وترجيها جامد لغايه ما تديكي قوام الدوني اللي انت حباه. حباها بقى تبقى تقيله ومركزه، حباها تبقى خفيفه زي اي دوني انت بتشتريه اللي يريحك. الموضوع في ايه طبعا هنا هتحللك ازمه كبيره جدا وهتوفر لك فوق ما تتخيلي في الدوني، لان الدوني طبعا اللتر دلوقتي في اسعار بال30 و40 واسعار كده غريبه. فلا صدقوني ريحته حلوه جدا، وتقدري زي ما قلت لك ان انت تتحكمي في القوام بتاعه. والكميه بتاعته طبعا هيبقى بالنسبه لك يعني رخيص جدا، فتقدري ان انت تستخدمي بقى كميات براحتك، لان يعني مش هيبقى زيه زي مثلا اللتر اللي انت بتستخدميه. يعني الازازه دي كانت عامله تقريبا بتاع 25 جنيه، حاليا انا مش عارفه هي بكام. يعني ساعه مثلا ما هتتعظم هتبقى بكام؟ ب30. اوكي تمام مفيش مشكله. بالنسبه ل8 لتر من الدوني ب30 جنيه، فهو ولا حاجه، ده ببلاش. تمام كده. ده بالنسبه للدوني. الازازه زي ما قلت لكم تقدروا انتوا تاخدوها سكرين شوت وتجيبوها من اي مكان. حاجه تانية، الفانيش، اكياس الفانيش اللي قدامكم دي كانت عندي سايله، انا لقيتها كده كانت في مكان سعرها كان بالنسبه لي لقطه، فجبتهم. في منها اللي هو البودر، طبعا اكيد كلنا عارفينه، قبل كده برضو كنت وردها لكم في فيديو وانا بعمل المسحوق بتاعي. حطيت علشان اقوي من النظافه بتاعه المسحوق بتاعي، عشان كنت ضايفه اللي هو المسحوق السايب ده، فرحت حاطه عليها كيس من الفانيش البودر ده. وده طبعا بيضمن لك نظافه 100%، لو مثلا في هدوم فيها بقعه ولا حاجه، فانتي بتحطي الكيس ده بس علشان يعني تاكيدا ان الحاجه تطلع معاكي نظيفه. بس هي دي الفكره. لو انت هتحطي مسحوق كتير مثلا من السايب، فتقدري مثلا عشان تعملي معادله في الموضوع ده تضيفي كيس من الفانيش اللي هو البودر. صدقيني الموضوع هيفرق معاكي 360 درجه في الفلوس. طبعا الكياس الصغيره دي مش بقولك هاتي كيس فانيش اللي هو الكبير، الحاجات دي مكلفه جدا، لا هاتي كيس من الصغنطط ده، مش عارفه ب8 ب10 حاجه كده يعني، وحطيها مع المسحوق بتاعك. طبعا المساحيق اسعارها رافعه جدا، فالكلام ده كله بيوفر معاكي الاضعاف على طول. يعني مش بيوفر معاكي 10 20، لا الضعف على طول. وبرده الفانيش الازاز ده تقدري ان انت تلغيه خالص لو تكلفته عاليه عليكي، وهاتي اللي هو الكياس الفانيش السايل، تقدري ان انت تستخدمي بيديكي نفس النتيجه ولكن التكلفه اقل كتير. تيجي بقى الجزء اساسي تاني وهو المعقم، اللي هو بقى الديتول، الرينول، الحاجات دي. طبعا الحاجات دي سعرها مبالغ فيها جدا واوفر جدا، وناس كتير مش هتقدر ان هي تجيبها. ايه البديل بتاعها حضرتك؟ البديل بتاعها ممكن تستخدمي الفينيك، لو الفينيك ريحته اف ويع والكلام ده كله، لا يبقى حضرتك هتستخدمي الخل. والخل ده معقم يعني 100% بقى، يعني ولا كلمة فيه. طبعا ده حاجة أساسية ومعروفة وكنا بنستخدمه أيام كورونا والكلام ده كله، فده لا غنى عنه. تستخدمي الخل او الكلور. الكلور معاكي برضو تمام والدنيا حلوه فيه، تقدري انت تستخدميه. وطبعا السايب بيبقى غير سعر التاني، فتقدري انت تستخدميه براحتك بقى في المسح، في تلميع رخامه، تلميع باب وخلافه. تمام كده. عندك حساسيه ما بتحبيش ريحه الكلور الكلام ده كله، يبقى معاكي الخل ماشي 100 ومفيش اي مشكله فيه، مفيش ضرر، مفيش ريحه، مفيش اي حاجه. تقدري انت تحطيه في ميه المسيح، وانا قلت لكم قبل كده تحطي خل وتحطي ملح خشن كده، انت مش محتاجه اي حاجه تاني. لو حبت بس معطر صغنطتين خالص في الميه بتاعه المسح، كده الشقه معاكي بقت 100 طردتي الطاقه السلبيه، نظفتي، عقمتي، لمعتي دنيتك بما فيش يعني، بحاجات كلها موجوده في البيت وحاجات رخيصه جدا مش مكلفه. تمام كده. في ازازه الخل دي خليها شيء اساسي عندك في المنظفات، سواء معقم او منظف وملمع تلمعي بيه الرخامه بتاعتك. انا عندي ما بستغناش عنه، حطاه في ميه، حاطه في بخاخه الخل مع الميه بلمع بيه على طول، سواء بوتاجاز، سواء رخامه، سواء تلاجة، حيطان، اللي انت عايزاه معاكي ما بيقولش لا. فده يبقى اساسي كده عندك في بخاخ على جنب. ده بقى يبقى المعقم بتاعك نمبر 1 على جنب. بقى للشيء اللي تحت بند الرفاهيه وهو المعطر اللي هو مش ضروري خالص. تقدري ان انت بقى تستبدليه بايه حضرتك؟ ان انت تفتحي على طول الشبابيك بتاع بيتك علشان تهوي الشقه اول باول، ما يبقاش فيها اي تراكمات او اي ريحه مكان اكل او غيره. تمام كده. تقدري انت تستبدليه تماما بالبخور. هتشغلي البخور بتاعك في الشقه، الريحه بتفضل ثابته، مفيش اي مشكله خالص. برضو لو المعطر مهم بالنسبه لك زي حالاتي كده، هقولك تعملي طيب نقتصد فيه ازاي ده يا ست الكل. حضرتك هتجيبي اي نوع معطر، في معطرات كتيره جدا، في روايح كتيره جدا بتتباع ممكن عند العطار، تقدري ان انت تعملي منها معطر. طيب لو مش ممكن، يبقى هتجيبي ازازه واحده، وتقدري ان انت بصوا هنا جايبه لكم اكتر من نوع. انا قربت لكم الازايز طبعا، وانتوا اكيد لو متابعين الفيديو من الاول تقدري ان انت تاخدي سكرين شوت لاي منتج انت عايزه تعملي له سكرين شوت.
تمام كده. ممكن تزوديه مثلا تحليه بميه، ممكن تشوفي حاجه تكون يعني التركيز بتاعها عالي عشان تقدري ان انت تزوديها ميه براحتك وتستخدميها زي ما تحبي. يعني ايه، نقتصد بقى في الاستخدام شويه، فاهمين قصدي؟ في اللي هو الفريدة اللي هو لونه ازرق ده بيبقى ارخص شويه من الانواع التانية، بيبقى عامل تقريبا 23 جنيه حاجه كده يعني. والنوع اللي وراه البخاخ ده نوع ممتاز، ولكن انا معرفش سعره لان جوزي اللي كان جايبه. واللي هو الارابيسك التاني ده طبعا معروف في كل حته دلوقتي بقى ب 30 جنيه، ولكن بند المعطر اصلا ممكن نعمل عليه اكس كده ونستغنى عنه خالص، والبديل بتاعه نستخدم بخور، نولع بخور في الشقه وهيدينا نفس النتيجه وافضل. طيب نخش بقى على حاجة تانية، ودي برضو أساسية. عندي هنا منتج ده اللي هو هيحللك أزمة حاجات كتيرة جدا للتنظيف. ده أكتر من حاجة في بعض. ده تقدري تغسلي بيه مثلا لو ستاير، لو سجاد، قماش، حوض، بوتاجاز، عيون بوتاجاز اللي هي الستانلس والكلام ده، الحوامل بتاعة البوتاجاز. فده بصوا تحفة. اللي هو الفلاش اللي هو في الوش ده اللي قدامك على طول، ده قدام ازازة الدوني ده. بصوا وهم يعني اكتر من حاجه في بعض، وفي نفس الوقت سعره حلو جدا. تقريبا كان سعره عامل 23 24 جنيه. فده بقى ما تحتاجيش ان انت تجيبي باور وتجيبي مش عارف فلاش وتجيبي ايه وايه، لا ده اكتر من حاجه في بعض. يعني ده لو حاجه عملت وقعت على السجاده بعملها بيه، إيه لو عايزه المع بوتاجاز بعمله بيه برضو. فاللي هو ده هيوفر معاكي كتير جدا جدا. ده منتج مضمون 100%. تقدري تنضفي بيه الانتريه، تقدري تنضفي بيه ستاره، سجاده، ايا كان. هيوفر معاكي كتير جدا في منتجات كتير، يعني هتلمي منتجات كتيره جدا في منتج واحد. ده طبعا هيفرق معاكي جدا في الفلوس. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. طبعا انا هنا ظهرت لكم 2 من البخاخ، الفوشيا والاسود. واحد منهم انا عاملاه زي ما قلت لكم معقم اللي هو فيه ميه وخل، والتاني عاملاه كمعطر، حاطه فيه ميه ونوع من المعطر، اي نوع بقى انت تحبيه. هو بعد ما تلمعي وتعقمي تقدري ان انت تدي كده ايه تعطيره بسيطه. طبعا بستخدمها بقى لو عايزه مثلا اعطر مفرش مثلا لسه مطلعاه، لحاف، بطانيه، الكلام ده كله. بيبقى الريحه خفيفه قوي وبتبقى في نفس الوقت مديه ريحه حلوه. ما تاذيش الواحد في النفس، فاهمين قصدي؟ اللي هو يعني لو انت مثلا عندك حساسيه، صدرك تعبك، الكلام ده كله. فالروايح طبعا الكتير غلط على النفس والصدر. ففي نفس الوقت لما انت تحلي عندك المعطر بتاعك ده بيبقى افضل بكتير. اتمنى ان انا كده اكون فدتكم. انا جبت لكم طبعا يعني على قد ما قدرت كل المنتجات. برضو لو اي حاجه تانية يعني فيها توفير انا بعرض لكم في الفيديوهات بتاعتي اول باول، حتى لو روتين او كده. انا كده جبت لكم المساحيق والصابون السائل، المعطرات، المعقمات، المنظفات زي الفلاش وغيره، الكلور اللي سواء ابيض او الوان. وطبعا انت تقدري تروحي عند اي مصبنه وتستفسري عن الاسعار براحتك وتجيبي المناسب ليكي، ما تبعتيش جوزك ولا حد. انت ادرى بالحاجات اللي انت بتجيبيها وبالاوفر ليكي. الرجاله عامه بتحب تريح دماغها، ولكن انت تقدري تقفي وتستفسري وتسالي، تشوفي الانسب ليكي وتجيبيه. اتمنى ان انا كده اكون لميت لكم كل الحاجات وما اكونش نسيت اي حاجه. طبعا كل حاجه وليها بديل زي ما قلت لكم، ولكن مش هتلاقي بدايل اكتر من كده في التوفير. دي يعني اقصى حاجه ممكن تعمليها عشان خاطر توفري فيها. انت تقدري بقى ان انت تستغني عن اي بند من اللي انا قلتهم دول انت مش محتاجاه، زي المعقم والمعطر والدوني. الدوني لو انت بتستخدمي نوع ريحته اصلا نفاذه زي تايد واريال، دول خلاص اعتمدي عليهم ان هم يطلعوا لك الغسيل بتاعك ريحته حلوه. ولكن ما تسيبيش الغسيل بتاعك مثلا لتاني يوم او تسيبيه مقفول عليه، ان ده اللي بيخلي الغسيل بتاعك ريحته مكمكمه او مش حلوه. والمعقم زي ما اتفقنا تستخدمي الخل، والمعطر ممكن تستبدليه بالبخور، وكده تبقى الدنيا عندك تمام. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. انا والله يعلم ربنا انا عامله الفيديو ده فعلا علشان افيد غيري، ان فعلا الدنيا بقت صعبه جدا وناس كتيره قوي صعبانه عليا الاسعار اللي بقينا فيها. فاللي في ايده معلومه او يقدر ان هو يفيد غيره، ان هو يحاول يقتصد او يمشي دنيته على قد ما يقدر الايام دي، على ما ربنا بقى يفرجها او يحلها من عنده، اكيد ربنا هيجازيه خير. اتمنى منكم طبعا ان انتوا شير كتير جدا للفيديو علشان ناس كتير تستفيد. ولو عجبكم الفيديو او استفدتوا ولو بمعلومه واحده بس، تعملوا لي لايك عشان تدعموني واكمل في الفيديوهات، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بالفيديوهات الجديده. وسيبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.